ياما في الحبس مظاليم. ودي كلمة يمكن ناس كتير بتقولها من باب العاطفة، لكن أنا هحكي لكم حكاية حقيقية شفتها بعينيا. حكاية علمتني إن أوقات البني آدم ممكن يلاقي نفسه متهم في قضية عمره ما فكر يدخلها أصلا. هحكي لكم الحكاية دي علشان الناس تعتبر وتاخدها عبرة وياخدوا بالهم، لأن في لحظة صغيرة ممكن تضيع عمر بني آدم كامل. الحكاية بدأت يوم ما رن تليفوني ولقيت المتصل صديقي ضابط المباحث أسامة. علاقتي بيه كانت دايما في إطار الشغل، مواقف بينا كتير علشان طبيعة عملي كمحامي، ولما سمعت صوته حسيت إن في حاجة مش طبيعية. قال لي: أيمن، محتاجك تيجي القسم حالا. استغربت جدا لأن أسامة مش من نوعية الناس اللي يتصلوا من غير ما يوضحوا أسبابهم، فسألته: خير يا أسامة بيه، في حاجة ولا إيه؟ رد عليا بسرعة وتوتر واضح جدا: ما تسألش، تعالى دلوقتي فورا، يلا. قلت له: طب اديني فكرة، على الأقل أعرف إيه اللي بيحصل عشان أجهز نفسي. رد عليا وقال لي: ما تجهزش أي حاجة، أنا عاوزك هنا وبس، وهتفهم كل حاجة لما تيجي. اللحظة دي اتقلبت كده جوا دماغي أسئلة كتير. إيه الموضوع؟ وليه مش عاوز يقول؟ وهل الموضوع ليه علاقة بواحد من موكليني مثلا؟ ولا في حاجة تخص حد من أهلي أو معارفي؟ لكن في الآخر لقيت نفسي بقفل معاه وباخد مفاتيح عربيتي. وأنا في السكة دماغي كانت بتلعب في كل الاحتمالات، وكل احتمال أسوأ من التاني. وبرغم إن الشغلانة بتاعتي خلتني أشوف كل الألوان، إلا إن في صوت داخلي كان بيقول لي: المرة دي شكلها مختلفة شوية. وصلت القسم وأنا قلبي مقبوض. دخلت على طول وقلت لنفسي: أكيد أسامة مش هيكلمني بالصيغة دي غير لو في حاجة فعلا خطيرة. وأول ما شفت أسامة ابتسمت غصب عني وقلت له: إيه يا عم، أنا مصدقت أخلص شغلي ألاقيك يعني بتسحبني هنا تاني؟ ضحك وقال لي: لو الموضوع ما كانش مهم حقيقي ما كنتش كلمتك. هنا بقى قلت له: طب قول لي بقى القصة اللي مخلياك يعني تبعت لي نداء استغاثة كده. أسامة وشه اتغير وبصلي بنظرة جدية جدا وقال: بص يا أيمن، أنا لو مش عارفك ومش واثق فيك ما كنتش كلمتك، بس الموضوع المرة دي معقد شوية. سكت ثواني وأنا مستني منه يشرح أكتر، فقلت له: يا سيدي اتكلم، أنا جيت أهو. قال لي: النهاردة بالليل شرطة الآداب، تحديدا الضابط سعد غنيم واللي معاه، اقتحموا شقة من الشقق اللي الأهالي مبلغين عنها إنها وكر الأعمال منافية للآداب. ولما دخلوا لقوا فيها بنت صغيرة وراجل كبير، 2 بس. هنا ما قطعته: بنت وراجل كبير؟ يعني ايه الكلام ده؟ قال: البنت اسمها دعاء، لسه قاصر، والراجل اسمه عاطف، سمسار عقارات. الاتنين اتقبض عليهم وتحولوا عندنا في القسم دلوقتي. من ساعة ما دخلوا وهم في حالة انهيار. الراجل بيحلف ويقسم بالله ان هو ما عندوش اي علاقة بالبنت غير ان هو سمسار، وبيوري البنت شقة، والبنت منهارة ومش عارفة تقول غير كلمة واحدة بس: انا بريئة، انا عملتش اي حاجة. فضلت ابصله وانا مش مستوعب. قلت له: طب انت شايف ايه؟ انا شغال في المباحث بقالي سنين يا ايمن، وخبرتي بتقولي ان الاتنين دول مش بالشكل اللي مكتوب في محضر سعد.
مفيش على وشهم لما لمح حد متورط، ولا تصرفات اللي بتشوفها يعني مع المذنبين الحقيقيين. شكلهم اتظلموا ببلاغ والسلام. قلت له: طب وايه موقفك؟ انا عملت اللي عليا، استلمت المحضر، حجزتهم، لكن قبل ما نعرضهم بكره على النيابه انا حابب اسمع من البنت الاول، اقعد معاها لوحدها وافهم منها كل حاجه. مش عاوز اضغط عليها زي التحقيق الرسمي، عايزه تحكي لي بشكل ودي، لعل وعسى الاقي ثغره او دليل يبين الحقيقه. سكت لحظه كانه بيفكر، وبعدين ندى على فرد من الامن الموجودين بره وقال له يجيب دعاء. دخلت علينا البنت ووشها متورم من البكا، عينيها حمرا ومش قادرة ترفع نظرها من الأرض. قعدها قصاده وقال لها بهدوء: اهدي يا بنتي، محدش هنا عاوز يظلمك، أنا عايز أسمعك، وبكرة يتحقق معاكي في النيابة رسمي، لكن أنا دلوقتي عاوزك تحكي لي اللي حصل من الأول خالص. اعتبري نفسك قاعدة مع أخوكي، مش في اسم خالص. هي فضلت تبصله شوية وسكتة، دموعها نازلة، وقالت بصوت متقطع: يا باشا أنا ما عملتش حاجة، أنا بريئة. أسامة رد: عارف إنك انت بتقولي كده وده حقك، بس احكي لي إيه اللي حصل بالظبط عشان أكتب أقوالك المبدئية، قولي لي كل حاجة. دعاء مسحت دموعها بطرف إيديها وبصت لأسامة وقالت بصوت مهزوز: هقول لك يا باشا، بس بالله عليك تصدقني، أنا ماليش ذنب. أسامة هز راسه وقال: اتكلمي يا بنتي، أنا سامعك أهو. قالت: أنا ساكنة في سكن البنات قريب من الكلية، من يوم ما دخلت المكان وأنا بحاول أكون كويسة مع كل البنات، بس في شلة هناك 2-3 دايما بيغلسوا عليا، بيغيروا مني عشان أنا متفوقة دايما، ودايما الدكاترة بيشكروا فيا، واللي زود الطينة بلة إن أبويا إمام مسجد معروف في بلدنا، فكنت بحاول أكون على قد المسؤولية وما أعملش أي حاجة تغضب ربنا ولا تزعل أهلي. أسامة قال بهدوء: طيب وبعدين؟ دعاء كملت: يا مساء الفل والسعادة والجمال على كل الناس اللي سامعاني دلوقتي. أنا أحمد عبد الكريم، والنهاردة معادنا مع قصة جديدة. ورجاء قبل ما نبدأ الحلقة ما تتخدعش يا صديقي باسم الحلقة، اسمع الحلقة للآخر وهتفهم كل حاجة. حلقة النهاردة للأسف مستوحاة أحداث حقيقية، وهي من كتابة ياسمين أبو حسين. أنا بشكرها جدا، وأشكرك طبعا مقدما على سماعك للقصة. بس قبل ما نبدأ الحلقة هطلب منك بس طلب وحيد: اللايك يا صديقي، يا ريت تعمل لايك لأن اللايك بيفرق جدا وبيساعد في انتشار الحلقة خاصة في الساعات الأولى. وبس كده، نبدأ بقى الحلقة على طول ونشوف ياسمين كاتبة إيه. يلا بينا. الموضوع بدأ يتطور لما واحدة منهم اسمها هبة اتخانقت معايا بسبب انها حاطت مزيكا عالية وانا كنت بذاكر. رحت قلت لها بهدوء انها تعلي الصوت بس بره الأوضة. قالت لي: انت فاكرة نفسك ملاك وبتعملي فيها محترمة علينا ولا ايه؟ قعدت تضحك هي والباقي، وحاولت اسيب الموضوع يعدي، بس من يومها بقوا يتعمدوا ان هم يضايقوني، يحطوا هدومي في غير مكانها، يخبوا كتبي، يرموا عليا كلام جارح. دي بنت مستشيخة، دي متزمدة، دي بتعمل نفسها بريئة. لحد ما في مرة رجعت لقيت هدومي مترمية على الأرض ومبلولة مية. أسامة رفعها واجبه وقال: مية؟ قالت: أيوة، كانوا سايبين جرد المية ورموا هدومي فيه، وقالوا بنغسلها لك بدل يعني ما تقرفينا بريحتك. أنا اتجننت، صرخت وعيطت وقلت لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ وهبة قالت لي: عاجبك، مش عاجبك امشي من هنا.
قعدنا نتخانق وقالت الأصوات لدرجة إن صاحبة البيت سمعتنا وطلعت حاولت تهدي الأمور بينا، بس في الآخر قالت لي: يا بنتي لو مش مرتاحة دوري على مكان تاني، أنا مش ناقصة وجع دماغ. هنا أسامة قال لها: يعني اتزنقتي؟ أيوة يا باشا، أنا مش عارف أعيش في الجو ده، وكل يوم يعني يبلوا عليا بكلام سخيف. مرة يقولوا دي بتكلم شباب على التليفون، ومرة يقولوا دي بتخرج بالليل من وراهم، وأنا والله عمري ما عملت حاجة، لدرجة إن يوم الخناقة الكبيرة هبة وقفت قدام البنات وقالت: دي البت دي مش نظيفة وبتضحك علينا بوشها البريء. البت التانية اللي معاها اسمها نرمين سابت لنفسها العنان وقالت لي كلام يوجع: عايزة تمشي؟ اعملي معروف واطلعي من هنا قبل ما نفضحك. البنت دمعت وهي بتحكي وقالت: ساعتها حسيت ان مفيش امان في المكان، قلت لهم انا اللي همشي، انا مش هعيش وسط ناس عايزة يعني تجرحني كل يوم وتشكك في سمعتي. ومشيت، قعدت اعيط في اوضتي لحد لما لقيت بنتين تاني من السكن، اسماء ومي، جم قعدوا معايا وقالوا لي: احنا عارفين انك انتي مظلومة وان البنات دول بيغيروا منك. مي قالت لي: لو هتمشي احنا هنمشي معاكي، مش هنسيبك لوحدك، واحنا اصلا كنا زهقنا من الجو ده. انا بصراحة اتخضيت، حسيت ان لسه في ناس بتقف مع الحق. أسامة قال: طب وبعدين ايه اللي حصل؟ تاني يوم على طول كلمنا سمسار اللي هو عم عاطف ده اللي كان رقم تليفونه مع أسماء، وابتدينا ندور على شقق. قعدت ألف معاه على كذا مكان، وكل مرة ندخل نلاقي العيب فيه حاجة، شقة ضيقة أو غالية أو في منطقة وحشة جدا. دعاء كملت كلامها وهي عينيها بتلمع من الدموع. اليوم ده يا باشا كان عادي خالص، احنا كنا خلاص تعبنا من اللف، وقررت ان انا اقابل عم عاطف عشان نشوف شقة جديدة. قال لنا ان هو لقى شقة قريبة من الكلية وفي حدود المبلغ اللي معانا، ففرحنا جدا. رحت معاه ودخلنا الشقة، لقيتها واسعة وحلوة، بس في شوية حاجات في السباكة كانت بايظة، الحنفية بتسرب وحوض المطبخ مكسور. قلت له: يا عم عاطف انا هكلم البنات، لو الشقة دي تنفع لازم الملك يصلح الحاجات دي قبل ما نكتب العقد. فرد عليا وقال لي: حاضر يا بنتي، انا هكلمه واتفق معاه. قعدنا حوالي 10 دقايق مش اكتر بنتفرج ونتكلم في التفاصيل. وقفت دعاء فجأة وهي بتشهق وقالت: وفجأة الباب اتخبط خبط شديد جدا، ولقينا الضابط والعساكر هجموا علينا، وقبل ما نفهم فيه ايه كانوا فاتحين الباب ودخلوا علينا زي العاصفة. انا اتشلت من الخضة، ملحقتش اتكلم، لقيتهم بيقولوا: انتم متلبسين، قوموا معانا. حاولت اشرح: يا جماعة استنوا، انا بس اتفرج على الشقة، دي اول مرة في حياتي ادخلها اصلا. لكن محدش سمعني، اتكلبشت انا وعم عاطف واتسحبنا على البوكس، وطول الطريق انا بعيط وبقول: انا بريئة والله، انا عملتش اي حاجة، انا ماليش ذنب. لكن مفيش فايدة. ايديها كانت بتترعش وهي بتحكي. أسامة قال لها بهدوء: اقعدي يا بنتي، اقعدي خدي نفس عميق، مفيش حاجة هتحصل غير الخير ان شاء الله. ساعتها اتدخلت في الكلام وقلت: ما تخافيش يا دعاء، انت دلوقتي معانا واحنا مش هنسيبك، حاولي تهدي شوية كده عشان نعرف نتصرف. أسامة نادى على عسكري وقال له: هاتلي عم عاطف ده دلوقتي يلا. دخل الراجل وهو باين عليه ان هو مرعوب، ايده بتتهز
ووش أصفر كأنه فقد الدم كله. وأول لما قعد قال: يا حضرة الضابط، أنا بقسم بالله العظيم أنا بريء، أنا عمري عملت حاجة عيب. بعد العمر ده كله يجي عليا يوم أدخل في قضية زي دي؟ أنا سمسار، كل شغل إن أنا بجيب بنات وأولادي يشوفوا شقق، والنهاردة أنا واخد البنت المحترمة دي أوريها الشقة عشان قريبة من كليتها وعلى قد المبلغ اللي حاطينه هي وصاحبتها. ما عملتش غير كده، ولا عرفت قبل كده عنها حاجة غير إنها طالبة محترمة وعاوزة سكن نظيف. بالله عليكم تصدقوني. عم عاطف كان بيبص في الأرض أوقات، وأوقات تانية يرفع عينه للسما ويقول: اللهم إني صابر. وأنا بعد ما ربيت عياله وطلعتهم رجالة وبنات يعني يتشرفوا بيا، أتحط في موقف زي ده؟ بصيت لأسامة، النظرات بينهم كلها كلام. دعاء قاعدة منهارة وبتشهق من البكا، وعم عاطف باين عليه الانكسار، وأسامة مطول بصيته عليهم هما الاتنين. قلبه بيتقبض كده ومش قادر يصدق إن الناس اللي قدامه دول فعلا مجرمين زي ما مكتوب في المحضر. كنت قاعد على المكتب قدام أسامة ووشي متضايق جدا، عيني رايحة جاية بين دعاء المنهارة وعم عاطف اللي قاعد مطاطي راسه. بصيت كده لأسامة وقلت له بنبرة فيها غيظ: ازاي يعني؟ أنا مش فاهم. انت بتقولي اتقبض عليهم من غير ما يكون في حالة تلبس، صح كده؟ أسامة خد نفس عميق وقال: أيوة يا أيوة، وده اللي مخلي دماغي يعني مش مرتاح. الشقة اللي كانوا فيها للأسف مش أول مرة يحصل فيها بلاوي. الجيران خلاص زهقوا من اللي بيشوفوه كل يوم، دخول وخروج، أصوات وحكايات بتتقال، لحد ما في الآخر قرروا إنهم يبلغوا مكتب الآداب. مكتب الآداب حط عينه على المكان من فترة، وعرفنا من مصادرنا إنهم مجندين البواب. رفعت حواجبي وقلت له بسرعة: البواب؟ أسامة كمل: أيوه. أول لما شاف دعاء داخلة مع عم عاطف جري يبلغ ضابط الآداب، والضابط كالعادة ما صدق، جه على طول ومعاه قوة واقتحم الشقة. وده اللي حصل، مفيش لا تلبس ولا تحريات معمولة عن الأشخاص نفسهم، مجرد إن المكان سيء السمعة والبواب بلغ، فراحوا ماسكين اللي موجود في اللحظة دي. هزيت راسي وقلت له: يا نهار اسود، يعني كده من غير ما يعملوا تحريات شخصية على البنت والراجل؟ ما شافوش هما مين ولا بيعملوا ايه؟ أسامة رد بنبرة جدية: ما هو ده اللي مضايقني أنا كمان. احنا دلوقتي قاعدين مستنيين التحريات الرسمية اللي مكتب الآداب هيبعتها، المفروض توصل لنا خلال ساعات. هنرفقها مع المذكرة ومع أقوال المتهمين للعرض على النيابة بكرة الصبح. مسكت راسي وقلت: طب وانت هتسكت على كده يا أسامة؟ انت وانا عارفين كويس ان البنت وعم عاطف ما عملوش حاجة، دي كارثة لو اتبعتت المذكرة زي ما هي كده. أسامة بصله وهو مد ايده على المكتب وقال: يا أيمن انت عارفني، انا مش من النوع اللي بيسكت، بس دي مش في ايدي انا، دي بتاعت النيابة. انا دوري ان انا ادون اقوالهم وارفق التحريات وابعت المذكرة، لكن القرار النهائي عند وكيل النيابة. قربت جسمي منه وقلت: طب وانت جايبني ليه بقى لو هتسيبها كده؟ أسامة رفع صوته حبة وقال: ما هو علشان كده أنا جبتك، يمكن تلاقي حل معايا. كنت لسه قاعد مع أسامة بنتكلم في اللي حصل، وفجأة الباب اتفتح ودخل أمين شرطة من عنده، كان ماسك ورق في إيده وقال لأسامة: باشا، أنا عملت اللي طلبته مني، سألت ورا عم عاطف، سألت في المنطقة، سألت بوابين العمارات. الراجل ده طالع سمسار بقاله 20 سنة، شغلته الوحيدة إن هو يجيب شقق للإيجار، والناس كلها بتشكر فيه، بيقولوا عليه راجل محترم، عمره ما اتكلم في حاجة وحشة ولا اتسجن ولا حتى تعامل معاه محضر صغير، سمعته زي الفل.
أنا هنا بصيت لأسامة وقلت له قدام الأمين: شايف؟ يعني كده مفيش كلام، عم عاطف بريء. لو الراجل ده تاريخه نضيف بالدرجة دي يبقى فعلا هو مجرد سمسار غلبان اتزنق في موقف مش بتاعه. وبصراحة أنا عمري ما كنت بحب أخش في حوارات يعني قضايا الآداب ولا الكلام ده، بس في اللحظة دي حسيت إن ضميري بيشدني وقلت له: بص يا أسامة، أنا ماليش في ملفات الآداب ولا عمري اهتميت أشتغل فيها، بس أنا هكمل معاك في الموضوع ده عشان هنا في مظلومين لازم حد ينقذهم وبسرعة. قمت وقلت لأسامة: اديني تليفون دعاء، عاوز أكلم حد من أصحابها أو أهلها وأفهم منهم كل حاجة. أسامة اداني الموبايل وفعلا كلمت من عندها رقم واحدة اسمها مي. البنت ردت بعد رنات كتير بصوت قلقان: ايوه، مين معايا؟ قلت لها: أنا أيمن، محامي، ومعايا دعاء دلوقتي في القسم. البنت صرخت وقالت: ايه؟ دعاء في القسم؟ هي فين؟ بقالها ساعات، خرجت من بدري وقالت لي انها رايحه تشوف شقه، وبعدها الموبايل بتاعها اتقفل. قلقت جدا وفضلت اكلمها مش بترد عليا. قلت لها وانا بهديها: ما تخافيش، دعاء كويس، بس وهي بتشوف الشقة اتقبض عليها مع السمسار اللي كان معاها. الموضوع فيه سوء تفاهم كبير جدا. مي انفجرت وهي بتتكلم بسرعة: دعاء؟ لا 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 يا استاذ ايمن، دعاء بنت محترمه جدا، دي واحده من اكتر البنات اللي عمرها ما عملت حاجه غلط. كل اللي حصل انها اختلفت مع البنات اللي ساكنه معاهم هنا في الشقه بسبب مشاكل يوميه وغلاسه بنات، فقررت انها تدور على مكان جديد، واحنا كنا هنتنقل معاها فعلا انا وصاحبتي التانية. يعني لو ما كانتش المشاكل دي حصلت اصلا كنا هنمشي احنا كمان، وما كنتش هضطر يعني ان انا ادور معاها على شقه جديده، ولا كانت هتتحط في الموقف ده يا باشا. كلام مي خلاني اتنفس الصعداء شوية. حسيت ان الصورة بقت اوضح قدامي. قلت لها: تمام يا مي، انا وصلت الفكرة، ما تقلقيش، دعاء فعلا طلعت بريئة زي ما بتقولي. احنا هنا هنحاول نطلعها من الورطة اللي هي فيها دي. قفلت المكالمة وبصيت لأسامة والورق على المكتب وهو حاطط ايده على دقنه وسرحان. انا قلت له: بص يا صاحبي، كده احنا متأكدين ان البنت بريئة والراجل بريء، بس المشكلة مش في الحقيقة، المشكلة في الفضيحة. فضيحة مزدوجة هتضرب البنت في سمعتها وتكسر الراجل ده اللي عاش طول عمره نضيف، وانا وانت قاعدين هنا حاسين بالعكس. هنعمل ايه؟ دخل علينا امين شرطة تاني كان مسك ورق في ايده وقال: باشا، التحريات اللي طلبتوها على الشقة جاهزة. أسامة قال له: طب قول كل حاجة يلا. الأمين بدأ يقرأ: فعلا صاحب البيت ده إنسان ما عندوش ضمير، بيأجر الشقة لأعمال منافية للآداب بقاله فترة، والجيران مقدمين شكاوي ضده، زهقوا من البلاوي اللي بتحصل عنده. تحرياتنا بتؤكد إن المكان سمعته وحشة جدا. أنا هنا حسيت إن الأرض بتتهز تحت رجلي. قلت في نفسي: طب البنت دي مالها؟ الراجل الغلبان ده ماله؟ بس فضلت ساكت لحد لما خلص. وفي اللحظة دي أنا خدت قرار جوه دماغي: أنا لازم أدافع عن البنت الغلبانة دي، مستقبلها هيروح في داهية، والراجل الكبير ده برضه هيضيع لو محدش وقف معاه. خلاص حياته منتهت. بس المشكلة إن الدنيا كانت دخلت في الليل، والمحضر خلاص هيتحفظ لحد تاني يوم الصبح، والعرض على النيابة هيكون على الظهر، وأنا قاعد في خط الدفاع في إزاي ممكن ألاقي ثغرة أو حاجة تنقذه. وفجأة وصلت تحريات مكتب الآداب،
وهنا كانت الصدمة الكبرى. الورق اللي اتبعت كان مصيبة سودة. التحريات مكتوبة بشكل بيقطع فيهم تقطيع، بتؤكد ان دعاء وعم عاطف متورطين في أعمال منافية للآداب، والأسوأ من كده ان الورق مرفق فيه شهادة 3 من الجيران، 3 دفعة واحدة قايلين ان هم شافوا بعينيهم دعاء وعم عاطف بيعملوا المصيبة. انا هنا انفجرت، مسكت الورق وزعقت: ايه الجنان ده؟ يعني ايه شهود ما شافوش حاجة بييجوا يقولوا اللي ما شافوش؟ ده هزار ولا ايه؟ كده البنت هتروح في داهية بجد، دي كارثة. فضلت ألف في المكتب زي المجنون وقلت: طب نفترض حتى فكرنا نعرضها على الطب الشرعي ونثبت انها بكر، دي اجراءات بتاخد وقت طويل جدا، ولما النتيجة تطلع ساعتها هتكون سمعتها اتدمرت، المجتمع مش هيرحمها، وهي خلاص بقت في نظر الناس مذنبة حتى لو الحقيقة عكس كده. أسامة كان قاعد هادي جدا، فضل يبصلي لحد لما انفجاري خلص وقال لي بهدوء: ايه يا ايمن، اهدى، اللي عاوز ربنا هو اللي هيكون، محدش هيقدر يمنع إرادة ربنا، وإن شاء الله الحق هيبان ومش هيرضى بظلمهم أبدا. أنا عارف إنك أنت متضايق، بس صدقني كل حاجة هتتضح في وقتها، ما تقلقش. أنا قعدت جنبه حاسس إن أنا عاجز بصراحة. أسامة كمل وقال لي: المهم دلوقتي روح ارتاح، الصباح رباح، خلي دماغك صافية شوي لأن بكرة يوم طويل عندك. إحنا هنروح النيابة والملف كله هيتعرض قدامه، وقتها نشوف هنعمل إيه. خرجت من القسم وأنا قلبي مقبوض، دماغي مولعة من التفكير، بس جوايا إصرار غريب إن أنا مش هسيبهم ولا هسيب الحق يضيع. وصلت يومها البيت متأخر جدا. مراتي أول ما فتحت لي الباب بصت لي بقلق وقالت: إيه يا أيمن مالك؟ وشك أصفر كده ليه؟ وليه اتأخرت للساعة دي؟ قلت وأنا بدخل: سمر، سيبيني أغير هدومي الأول وأخد نفسي وبعدين أحكي لك كل حاجة بعد إذنك. قالت لي: مش معقول أسيبك غير لما تحكي لي كل حاجة، أنا قلبي مقبوض عليك من شكلك ده، حصل إيه؟ قعدنا في الصالة، جابت لي كوباية شاي وحطيتها قدامي وقالت: اتكلم بقى، أنا مراتك حبيبتك، وما تخبيش عليا أي حاجة، يلا بقى. قلت لها: طيب اسمعي، حصلت حاجة كبيرة النهاردة، حاجة خلتني فعلا أصدق الجملة اللي بقولها من زمان: ياما في الحبس مظاليم. بصيت لي وسكتت تستنى عشان أشرح كل حاجة، وابتديت أحكي لها من الأول. اتصل بيا أسامة ضابط المباحث وطلب مني أروح القسم، وهناك لقيت بنت اسمها دعاء وراجل كبير اسمه عم عاطف، الاتنين مقبوض عليهم بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب. بس من أول لحظة شفتهم فيها حسيت إن هم مظلومين. البنت في حالة انهيار والراجل بيقسم إن هو بريء ووشه كله غلب وطيبة. مراتي قطعتني وقالت: يعني إيه؟ دول عاملين حاجة ولا مظلومين فعلا؟ قلت لها: والله يا سمر كل حاجة بتقول إن هم مظلومين. البنت كل اللي عليها إنها كانت بتدور على شقة هي وصاحبتها، والراجل سمسار بقاله 20 سنة، سيرته زي الفل، وناس المنطقة كلهم بيقولوا إن هو محترم. بس الكارثة إن تحريات الآداب جت بس ضدهم هم، ومعها كمان 3 شهود جيران بيقولوا شافوا البنت والراجل وهم مع بعض في الشقة. أنا بقى اتجننت، إزاي شهود ما شافوش أي حاجة يشهدوا كده؟ وهنا مراتي دمعت وقالت:
يا حرام، البت دي لو مظلومة مستقبلها يضيع، والراجل ده كمان في السن ده يتبهدل بالتهمة دي. قلت لها وانا بتنهد، اهو ده اللي صاحبني في دوامة مش رحماني، وانا وعدت نفسي ان انا مش هسيبه حتى لو ده هيكلفني كتير قوي. قضيت باقي الليل قاعد معاه نحاول نفكر ازاي بكرة ممكن اساعده، لحد لما النوم غلبني شوية. صحيت الصبح، لبست ورحت القسم تاني. أول لما دخلت لقيت مشهد يقطع القلب. لقيت عم عاطف قاعد على جنب ومعاه محامي، والبت دعاء كانت قاعدة في الركن لفة الحجاب على وشها، مش قادرة تبص في وش حد من كسوفها، وعينيها محمرة من كتر العياط. قلبي كان واجعني وانا شايفها كده. وبعد شوية الباب اتفتح ودخل أهل دعاء، أبوها الشيخ وراجل كبير في السن شكله طيب جدا بس ملامحه مصدومة، مع اخواتها الرجالة الاتنين. وأول لما دخلوا وشهم كان كله غضب، مش فاهمين ايه اللي حصل. أبوها أول لما شافها قال بصوت مبحوح: دعاء، ايه اللي بيقولوه ده يا بنتي؟ البنت انفجرت في عياط هستيري وهي بتقول: والله يا بابا أنا بريء، أنا عملتش حاجة، أنا كنت بشوف الشقة بس، والله العظيم يا بابا مش بكدب، وأنت عارفني كويس. أخوها الكبير اتنرفز جدا، مسك الكرسي اللي جنبه وقال بضعف: انت جبت لنا العار يا دعاء، انت موتينا واحنا لسه عايشين. وابتدى ان هو يتحرك ناحيتها عاوز يضربها ويعمل فيها مصيبة. هنا أسامة وقف بسرعة، مسك أخوها وقال له: ايه ده يا اخ، انت كده هتزود الطين بلة. البت دي مظلومة وانا شغال في القضية دي، وبقولك قدام الناس كلها هي ما عملتش اي حاجة. انت ابوها وانت اخوها، مفروض تحموها مش تموتوها. أبوها كان واقف تايه مش قادر يصدق اللي بيحصل. أنا دخلت في الكلام وقلت لهم: بصوا، أنا المحامي أيمن، وأنا اللي هيدافع عنها، ووعد مني ليكم هتخرج معاكم من النيابة شخص سليم. البت بريئة ومظلومة، وأقسم بالله مش هسيبها تضيع. البنت وهي بتعيط بصت لأسامة، وكان واضح إنها ماسكة في آخر أمل. إخواتها سكتوا، وأبوها قعد على الكرسي مش قادر يقول غير: يا رب يا رب. أنا سبتهم بعد ما حاولت أطمنهم وقلت لهم: اللي حصل حصل، وإن شاء الله هتشوفوها راجعة البيت النهاردة من النيابة راسها مرفوعة، وأنا متأكد من كده. خرجت وقفت برا شوية، كنت محتاج أهدي دماغي شوية. ولعت سجارة وأنا بفكر في اللي جاي ومش عارف أتوقع أي حاجة. وأنا واقف لقيت ودني جابت كده غصب عني صوت حوار جاي من جوه طرقة صغيرة. رفعت عينيا لقيت عم عاطف قاعد على دكة خشب والمحامي بتاعه قاعد جنبه، وابتديت أسمع اللي بيتقال. المحامي كان بيتكلم ووشه كله ثقة، وقال له: بص يا عم عاطف، انا عندي الحل اللي هيطلعك زي الشعرة من العجينة، ولا هبات ولا يوم واحد بعد النيابة. عم عاطف كان تعبان ومتوتر، وأول لما سمع الكلام عينه نورت وقال: ازاي يا استاذ؟ قول لي بالله عليك، ده انا اديلك اللي انت عاوزه، فلوس، اتعاب، كل اللي تقول عليه. انا راجل على باب الله ومش ناقص فضايح، خرجني من المصيبة دي وانا اعمل لك تمثال. المحامي قرب منه وقاله وعامل نفسه فاهم الدنيا: الموضوع سهل جدا ومش محتاج كل القلق ده. انت اول لما تروح النيابة هتقول بمنتهى البساطة: يا سيادة وكيل النيابة، انا راجل غلبان سمسار الشقق من 20 سنة ماشي في حالي. جات البت دي وقالت لي وديتها تشوف شقة، وفجأة اكتشفت انها شمال، بس انا ما كنتش اعرف، انا كنت ضحية.
ساعتها انت مش بس هتطلع براءة، لا، ده انت هتبقى شاهد كمان، وهتخرج منها زي الشعرة من العجين، والنيابة هتبقى مضطرة انها تمشيك في ساعتها. عم عاطف اتنفض كده وقال: ايه؟ شمال ايه؟ انت بتقول ايه يا استاذ؟ المحامي قال له وهو بيهزر: ايوه يا عم عاطف، ما تاخدش الموضوع بحساسية، دي مش قضية عاطفية، دي قضية ورق. احنا عاوزين يعني نطلعك منها بأي شكل، البت دي هتضيع على أي حال، فانت تنقذ نفسك وخلاص. عم عاطف وشه قلب أحمر ودموعه نزلت، قال بصوت عالي: انت ما عندكش ضمير؟ انت عاوزني ابيع بنت زي دي؟ بنت بريئة انا شايفها بعينيا مظلومة، عاوزني اقول عليها شمال؟ دي في سن ولادي يا راجل، عندي بنات زيها في البيت، هرضى ان حد يعني يتبلى عليهم؟ ازاي اعمل كده وانا عارف ربنا فوق وشايفني؟ ازاي؟ المحامي حاول يهديه وقال له: يا عم عاطف سيبك من الكلام الكبير ده، انت راجل كبير ومش هتستحمل المحاكم ولا البيانات، والبت دي كده كده هتتدمر، انت هتضيع نفسك ليه معاها؟ شيل ايدك من الحكاية، قول اللي بقولك عليه وسيبك من الضمير، الضمير مش بياكل عيش يابا. عم عاطف مسكه من هدومه وقال له وهو بيصرخ: حرام عليك، انت بتتاجر بالغلابة؟ انا غلبان صحيح بس راجل عندي كرامة، ازاي اروح اقلب الباطل حق عشان اطلع انا ادفن بنت غلبانة وبريئة؟ لا والله ما يحصل، موتي اهون عليا من انا اعمل كده. المحامي اتنرفز وقال: يا عم عاطف بلاش اللي انت بتقوله ده، بكرة هتشوف نفسك متبهدل ومتهم، وهتعرف ان كلامي كان الصح. انا مش ساحر، انا محامي، ودي اسرع واضمن طريقة. ساعتها انا دخلت ما بين الاتنين بسرعة، مسكت عم عاطف من ايده وقلت له: ايه ده يا عم عاطف، ما تسيبش حد يلعب في دماغك. وبصيت للمحامي وقلت له بنبرة حادة: انت اتفضل قوم دلوقتي وامشي من هنا قبل ما انا اللي اتصرف معاك. الراجل ده محتاج حد عنده ضمير يقف جنبه، مش واحد يبيع ويشتري في الناس زيك. يلا. المحامي حاول ان هو يرد عليا، بس انا قطعته وقلت: انت سمعتني كويس ها؟ امشي، ولو ليك اتعاب خدها، لكن مش هسمح لك تملى دماغ الراجل بكلامك الفارغ ده. روح دور على شغلانة تانية تناسبك، الشغلانة دي محتاجة ناس عندها ضمير وانا هدافع عنه. المحامي قام متضايق وبيتمتم بكلام ملوش معنى وخرج من القسم. انا التفت لعم عاطف، لقيته واقف بيترعش ودموعه نازله، مسك ايديا وقال: ربنا يجزيك خير يا ابني، انت وقفت لي وقفة راجل، انا قلت لنفسي ان ماليش غير ربنا، بس طلع لسه في ناس عندها رحمة. قلت له: انت راجل محترم يا عم عاطف، وهتطلع مننا مرفوع الراس، ما تخافش. وساعتها جالنا واحد من الامن وقال: يلا يا جماعة حضروا نفسكم، هنتحرك على النيابة للتحقيق. انا بصيت لعم عاطف وقلت له: توكلنا على الله. وخرجنا كلنا سوا رايحين للنيابة نستعد للتحقيق. دخلنا النيابة، القلوب كلها بتدق، البت مرعوبة وشها في الأرض، وعم عاطف مش قادر يبص في عين الناس من كتر الخوف. قبل ما يبدأوا التحقيق أنا حسيت إن في حاجة لازم أعملها. دخلت على وكيل النيابة المستشار حازم وقلت له: ممكن أكلم حضرتك دقيقة لوحدنا قبل ما تبدأوا التحقيق؟ بصلي باستغراب وقال: إيه يا أستاذ أيمن، مش وقت الكلام ده، عندنا متهمين لازم نسمعهم الأول. قلت له وأنا مصر: عارف، بس القضية دي فيها حاجة غلط، وصدقني الكلام اللي أقوله لك هيوفر على حضرتك وقت كبير، ويمكن يبين لك الحياة من أولها.
سكت شوية وبعدها قال: طيب اتفضل، ايه عندك؟ قعدت قصاده وقلت: بص يا فندم، أنا طول عمري ماليش في قضايا الآداب، بس المرة دي الموضوع مختلف. أنا شفت البنت دي وعم عاطف بعينيا. لو كان عندي 1% شك إنهم مجرمين ما كنتش وقفت هنا. القصة كلها مبنية على بلاغ، مفيش تلبس، مفيش تحريات حقيقية، مفيش دليل، اللي عندنا مجرد كلام. وأنا بطلب من حضرتك قبل ما تبدأ تحقيق مع البنت أو الراجل تستدعي ضابط الآداب اللي قبض عليهم. الضابط سعد هو المفتاح ومعاه السر كله. وكيل النيابة حازم قعد يتأملني وقال: انت متأكد من اللي بتقوله ده؟ قلت له: 100%، ولو طلع كلامي غلط أنا أول واحد أقول لك كمل زي ما أنت عاوز، بس اديني فرصة أفتح لك باب يمكن يكون هو اللي هيظهر الحقيقة. ولا أنت شايف إيه؟ ساعتها حازم اتنهد وقال: تمام، هنستدعيه ونشوف. وفعلا بعد ساعة سعد ضابط الآداب دخل المكتب. راجل طويل وعصبي كده، دخل وهو فاكر نفسه جاي يدي أوامر مش يتحقق معاه. قعد قصاد حازم واللي بدأ معاه بالهدوء: اسمك ورتبتك يا حضرة الضابط؟ سعد، رائد في مباحث الآداب. تمام، دلوقتي قبل ما نسمع المتهمين عاوزك تشرح لي ازاي وصلت لك الواقعة وايه تفاصيل القبض على المتهمين دول. سعد قال وهو واثق: يا فندم، جالي بلاغ بوجود أعمال منافية للآداب في شقة معينة، واتحركت فورا وعملت التحريات وأكدت المعلومات ونزلنا بالفعل وضبطنا المتهمين. أنا كنت واقف ساكت مستني أشوف هيغلط فين. حازم رفع حاجبه كده وقال: تحريات؟ عملتها ازاي وفي قد ايه وقت؟ سعد قال بسرعة: عملتها في نص ساعة يا فندم، ولما لقيت الكلام ده صحيح نزلنا على طول. هنا حازم مسك القلم ضربه في الدفتر وقال: نص ساعة؟ انت بتتكلم جد؟ تحريات كاملة في نص ساعة؟ ده انت حتى لو جريت من اول الاسم لاخره هتاخد وقت اكتر من كده. يبقى ازاي يا حضرة الضابط تسمي دي تحريات؟ سعد اتلخبط وقال: يعني اصل المعلومات كانت جاهزة قبل كده وانا اكدت بس. معلومات من ايه؟ والمصدر مين؟ سكت سعد وهو مش عارف يرد. حازم بقى رفع صوته شوية وقال: انا وكيل نيابة ومن حقي اعرف المصدر اللي بلغك. قول الحقيقة يا سعد. سعد اتنهد وقال بعد تردد: المصدر البوابة يا فندم. بواب العمارة هو اللي بلغني وقال لي ان الشقة دي سمعتها وحشة وانه شاف البنت والراجل داخلين فبلغني فور. انا هنا ابتسمت في سري وقلت جوايا: يا ابن اللعيبة يا أسامة، طلع عندك حق من الأول وكشف إن البواب هو اللي ورا الموضوع. حازم كتب الملاحظات وقال: تمام، هنستدعي البواب ونسمع أقواله ولحد لما يجي نكمل في سماع باقي الأطراف. وفعلا استدعى دعاء الأول. دخلت وهي لفة الطرحة على وشها من الخجل، صوتها ضعيف ودموعها مش ساكتة. قعدت قصاد وكيل النيابة وهو قال لها: اهدي يا بنتي، احنا هنا علشان نعرف الحقيقة مش علشان نظلم اي حد. احكي لي بالراحة ايه اللي حصل من اول ما خرجت من بيتك. وبعدها جه الدور على عم عاطف اللي دخل رفع راسه رغم القلق وبدأ يحكي حكايته، ولسه البواب كان في الطريق. البواب بقى لما جه كان راجل كبير كده عرقان ومرتبك، قعد يحك راسه وهو داخل المكتب. ووكيل النيابة حازم بصله وقال له بحزم:
اسمك ايه؟ عكاش. عكاش يا بيه. تمام يا عكاش، انت اللي بلغت عن دعاء وعم عاطف؟ ايوه يا بيه، انا اللي بلغت. طب احكيلي، ايه اللي شفته بعينك خلاك تبلغ ان هما بيعملوا اعمال منافية للاداب؟ ساعتها البواب اتلخبط وقال: انا ما شفتش حاجة يا بيه. هم اول لما دخلوا العمارة انا قلت بس دول يعني داخلين الشقة دي عشان يعملوا حاجة، وانا زهقت من اللي بيحصل فيها من زمان فبلغت على طول. حازم رفع حاجبه وقال: يعني لا شفتهم بيعملوا حاجة ولا سمعت كلام بينهم ولا صدر منهم تصرف يخليك تشك فيهم؟ لا والله يا بيه. تعرفهم قبل كده؟ تعرف البنت او الراجل؟ لا ولا اعرف، ومع ذلك بلغت. ايوه يا بيه، انا عبد المأمور، عاوز اخلص من وجع الدماغ بتاع الشقة واللي بيحصل فيها. حازم ضرب بايده على المكتب وقال: انت فاهم انت عملت ايه؟ انت ضيعت مستقبل بنت بريئة وجرجرت راجل شريف في مصيبة ما تخصهوش اصلا، وبلغت من غير ما تتأكد ولا تتحرر. ده اسمه بلاغ كيدي يا عكاشة. الراجل فضل ساكت، عرقه بيجري على وشه ومش قادر يبص لحد. فضلنا قاعدين في المكتب لغاية بعد العصر، والجو بقى تقيل لحد لما دخلوا زميلات دعاء. كانوا 5 بنات، بعضهم اللي بيحبها وبعضهم اللي كان بيضايقها. الغريب ان حتى اللي كانوا بيأذوها اتأثروا لما شافوها قاعدة بتعيط ووشها مستخبي في طرحتها. واحدة من البنات قالت: يا بيه، دعاء دي بنت محترم، يمكن كنا مختلفين معاها في السكن عشان تفاصيل صغيرة، بس عمرها ما عملت حاجة غلط، ما كانش ينفع نوصل للي بيحصل ده. والتانية قالت: احنا عارفين انها خرجت تدور على الشقة عشان تخلص من المشاكل اللي بينا، مش لاقي سبب تاني. دعاء ساعتها ما قدرتش تمسك دموعها فضحت كل اللي جواها. وبعد شوية دخل صاحب البيت، راجل أصلع كده ووشه أحمر من التوتر، وقال: يا بيه، عم عاطف كلمني وقال لي في بنات طالبات عاوزين يأجروا الشقة لفترة، وانا وافقت فورا عشان اخلص من وجع دماغ الجيران اللي فضلوا يعني يشتكوا من اللي كانوا مأجرين قبلهم، وانا ما عنديش اي علم بحاجة غلط كانت بتحصل في الشقة. هنا اتقلبت القضية من محضر آداب بتلبس لبلاغ كيدي واضح وصريح. حازم وكيل النيابة أخذ قرار شجاع وحفظ المحضر وأخلى سبيل دعاء وعم عاطف وفورا. المشهد اللي عمري ما هنساه إن وكيل نيابة وقف وبص لوالد دعاء وقال له: أنا بعتذر لكم شخصيا، البت بريئة ومفيش عليها أي حاجة، اللي حصل ده ظلم والنيابة مش هترضى إنها تظلم أي حد. الشيخ والد دعاء دمعت عينه وبصلي وقال: ربنا يجازيك خير يا ابني، انت وقفت معانا وقفة رجالة، كتر خيرك. حتى اخواتها الاتنين اللي كانوا مولعين نار من الاول نزلوا دموعهم ووقفوا جنب اختهم يحضنوها ويطبطبوا عليها. كانت لحظة صعبة لكنها مليانة رحمة. وبعد ما خلص كل ده والد دعاء مسكني من ايديا وقال: استاذ ايمن، قول لي عاوز كام اتعابك؟ بصيت له بابتسامة وقلت: مش عاوز حاجة يا حاج، أنا اللي خلاني أتحرك مش المحاماة ولا الفلوس، أنا اتصرفت بضميري كإنسان، لقيت بنت بريئة هتضيع من غير ذنب وراجل محترم هيتشوه تاريخه، فأنا ما قدرتش أسكت بصراحة. وهنا خلصت القصة، وأنا واقف في آخر يوم ماسك ورقة الحفظ في إيديا وقلت لنفسي: اللي حصل ده درس كبير، إن ممكن كلمة واحدة تنقذك أو تقتلك، وإن الضمير هو اللي بيفرق ما بين محامي بيدور على مصلحته ومحامي بيدور على الحق، والأهم أن العدل مش بس في القانون
العدل بيبدأ من جوه قلب كل واحد فينا وبس. هي دي الحكاية. وبكده كنت حلقة النهارده وقصة النهارده. بشكر جدا ياسمين ابو حسين على كتابة الحلقة دي، وبرضه بشكرك انت كمان يا صديقي على الاستماع. لو حضرتك لسه في القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تعملوا لايك وكومنت لان الفعل بتفرق معانا جدا وبتعرف فين الصح وفين الغلط. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم احمد عبد الكريم، تصبحوا على خير.